في الساعات القليلة الماضية تصدرت البلوجر المصرية هدير عبد الرزاق محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد انتشار خبر القبض عليها بسبب فيديو ظهرت فيه بملابس فاضحة كما وصف. وليكن بعض التفاصيل حول الخبر. انتشر اسم البلوجر المصرية هدير عبد الرزاق على محركات البحث بعد أن ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر القبض عليها من داخل شقتها بأحد كومباوندات القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور. ولكن من هي هدير عبد الرزاق؟ هي ابنة لأبوين مصريين، تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، وتعرف نفسها عبر صفحتها على موقع فيسبوك بأنها ناشطة اجتماعية ومطلقة وليس لديها أولاد. وبلغ عدد المتابعين لها على الفيسبوك حوالي 82 ألف متابع. أما على منصة التيك توك فقد وصل عدد المتابعين لها إلى 1,200,000 متابع. وكشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على البلوجر هدير عبد الرازق عن إنها لم يتم اتهامها سابقا في أي قضايا مخلة بالآداب، وإنها غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى حيث تبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيدة عبر موقع فيسبوك. والحكم الأول هو غرامة 20,000 جنيه لاتهامها بالسب والقذف، أما الحكم الثاني بحبسها شهر وغرامة 2000 جنيه في قضايا أخرى بالسب والقذف أيضا. وكانت الأجهزة الأمنية رصدت نشر البلوجر هدير عبد الرازق عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام تحرض فيها على الفسق والفجور. ورصدت الجهات المعنية بمباحث الآداب العامة نشاط البلوجر هدير عبد الرازق منذ حوالي 3 أشهر، حتى صدر أمر ضبطها وإحضارها عما ارتكبته تم القبض عليها صباح اليوم الأحد. وتزوجت هدير عبد الرازق من رجل 50 يدعى فايز فتحي يدير مالها ليليا، وانفصلت عنه وظهرت في فيديو تذم فيه بشدة بدعوى السماح لزوجته الأولى بالتعدي عليها والتدخل في شؤونها، وانفصلت عنه في عام 2022، وذلك بعد زواج دام 3 سنوات. وقامت هدير بإهانة زوجها عبر الفيديوهات التي تنشرها مدعية أنه ليس رجلا، وفي بث مباشر آخر شنت هجوما على طليقته وإحدى زوجاته الثلاثة مؤكدة أنها تتعرض للظلم. وفي نهاية عام 2023 سادت حالة من الجدل حول زواج هدير عبد الرازق من شاب يدعى حمدي عاشور، حيث أعلنت من خلال عدد من مقاطع الفيديو على حسابها في التيك توك تظهر فيه مرتدية فستان زفاف ومؤكدة أنه عقد قران. وشكك المتابعين في زواج هدير وحمدي وإن ما تفعله من أجل تصدر الترند، خاصة وإنها تظهر من دون مكياج ولا معازيم حيث ظهر الاثنين بمفردهم. وبكده كون نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول سبب القبض على البلوجر المصري هدير عبد الرازق.